يا هلا بيك. وحسبنا الله ونعم الوكيل يا أخي صالح. نصف دقيقة يا نور الدين لو تكرمت، لأن الوقت يلاحقنا، ما زال لدي أكثر من مشارك. تفضل. شوف خويا صالح، أنا أقول لك، شوف هناك يهود مغاربة مثلا اليهودي أسيدون أقول عنه أخي لأنه ضد الصهاينة ويعيش في المغرب. هذا أسيدون كان يخرج معنا في 20 فبراير. حلو. ومناضل وكلا العصا معنا في الشارع. هادو يهود ضد الكيان الصهيوني. وفين ما مشيتي في الدول العربيه كاينين ديما، كاين جوج طابورات، كاين وحدين اللي مع الحق ووحدين مع الباطل. وان شاء الله شي محمد صلاح في مصر، وكاينين محمد صلاحات كثار ودابا تشوف ان شاء الله. شكرا لك نور الدين من المغرب، اشكرك. يوسف من الكويت يقول: للاسف بعض اخوتنا المغاربه يتهجمون على بعض دول الخليج التي لم تطبع ويتهمونها بالعماله، وهم من طبع مع إسرائيل، والاتفاقيات بينهم متسرعة كما يقول يوسف من الكويت. أبو أحمد يقول: في العلاقات العجيبة والغير مبررة بين بعض المسؤولين العرب والصهاينة فتش عن الماسونية، وهي المنظمة التي أسست لخدمة المشروع الصهيوني. أبو أحمد من المغرب يقول: المغرب وجد مصلحته مع العقلاء، والمثل يقول: عدو عاقل خير من صديق جاهل. والله حلوة، منين جبتها المثل يا أخي؟ عدو عاقل يا رجل، تروح تبوس الأفعى، أنت روح بوس الأفعى، صحتين وعافية. عبد العظيم من الأردن: لا أدري مما يخاف المغرب، هل يخشى من هجوم النمل والصراصير على بلاده؟ والله لا يستحي. طبعا لا أريد أن أقول ما ذكر بالضبط بالحرفية. وهو يستقبل قتلة الشعب الفلسطيني، أم أنه راض على قتل ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتدنيس المسجد الأقصى؟ قليلا من الحياء، يقول عبد العظيم من الأردن. أحمد من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. يا أخي، نظام المخزن يقول أنه تقرب إلى إسرائيل من أجل اليهود المغاربة الذين يجود أو يقطنون في إسرائيل. يا أخي، خير هؤلاء اليهود بين الجنسية المغربية والجنسية الإسرائيلية، والله لا رموا الجنسية المغربية في البحر من الأخير. طيب شكرا لك أحمد من الجزائر. جمال من أمريكا، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. تفضل. شوف، أنا برك حبيت نقول نقطة واحدة حبيت نعملها. وأنا على كل حال ما نكونش متمني، يعني أنا نحس عندي أصدقاء مغاربة ونحس واش يحسوا الآن، ويعني متأسفين كثير والله غالب عليهم، ولكن يعني وما عندهم حتى يعني نتفاهموا معاهم كجزائريين، واللي ما همش عياشه وما همش اصحاب المخزن. لانه صالح انت تحب تدافع عن المخزن ولا حاجه، المخزن صهيوني من زمان وخداع الجزائر، واحنا ما نتكلموش على الشعب المسكين. الشعب المغربي اللي هما خاوتنا وكلينا معاهم الملح وعشنا معاهم في الغربه ولا في كل مكان، وعايشين في الجزائر، وان شاء الله يكونوا كلهم بخير وما يحسوش بالخوف، ويكونوا لا باس بهم، ويتعاونوا مع خاوتهم. الشعب يتعاون مع الشعب، ولكن لازم ما تميزش، لازم تميز بين الخائن. انت يا صالح لازم تبين بين الخائن الصهيوني المخزني. لا شكرا لك جمال، أشكرك. يعني أنا إعلامي وأعرف كيف أدير البرنامج، مش أنت حتى توريني، لازم يا صالح أنت تميز. شكرا لك على كل حال جمال يا عزيزي، أشكرك. أنا ضد من يقول بأن المغرب كان دائما صهيوني أو المخزن أو مثل هذه اللغة، لا أقبلها الحقيقة، لأن المغرب كان لفترة قريبة رئيس لجنة القدس، والمغرب كان دائما مواقفه مشرفة الحقيقة مع القضية الفلسطينية. الآن يدان من قبل شريحة واسعة من الشارع العربي بهذه العملية الحقيقة التي لا تليق بالمغرب، وهي عملية التطبيع. وهذا التمادي مع المحتل الإسرائيلي هذا طبعا يثير حفيظة الكثيرين في العالم العربي، وهذا ما نعرضه اليوم. لكن لا نريد أيضا أن نمسح كل تاريخ المغرب ووقوفه مع القضية، طبعا ليس هذا هدفنا أبدا، ولا أن نحول طبعا أهلنا في المغرب بأنهم كلهم صهاينة، لا، نحن نقول ما يمكن أن يقال، ولكن دائما بالمحافظة على حبل الود بيننا، وأيضا الخطاب اللائق في هذا البرنامج الذي يقنع
ولا يثير النعرات. نعم، السلطة في المغرب الآن أخطأت بمنطق هؤلاء العرب اللي شاركوا في هذا البرنامج، أخطأت بهذا التطبيع وتمادت بعيدا، لأن هذا الصهيوني المجرم يقتل أهلنا في فلسطين ولا يتورع. اليوم اعتقل 21 فلسطيني وانت مستقبل رئيس هذا الكيان، رئيس كنيسة هذا المحتل الصهيوني. يعني لا يليق واحد يقتل في إخوانك ويعتقل فيهم وانت تبوس فيه هنا في البرلمان المغربي. يعني لا يليق، يجب أن هذا الكلام يجب أن يقال، ولكن يقال دائما بخطاب راقي، وهذا ما نعتمده في هذا البرنامج ونشهد الله على ذلك طبعا، وجمهورنا طبعا إن شاء الله يكون شاهد أيضا على هذا الخطاب. معنا مشارك. طيب محمد، مساء الخير. السلام عليكم اخي صالح. وعليك السلام. اخي صالح، سوف لو تكرمت تعطيني 30 ثانيه ارد على جمال من امريكا، لو تكرمت. اريد ان اقول له كلمه واحده. رئيسه تبون لما راح مؤخرا الى البرتغال واستقبله رئيس البرتغال وقال كلمه بالحرف: نحن مع حل الدولتين. لو كان يفهم اللغه العربيه يفهم ما معنى كلمه حل الدولتين. طيب انتهى الرد الآن، أعطيني موقفك في هذا الموضوع حتى لا نبقى في الردود المتبادلة. ما لا يحمل عليه المغرب. يجب أن تسأل المقدسيين ماذا يقدم المغرب. رمم أكثر من 4000 بيت في المقدس. المغرب رمم بيت والمغرب يقدم 85% من مال بيت القدس المسلمين في القدس. الجزائر لم تقدم لمدة 10 سنوات. يا أخي دعني من الجزائر، الله يهديك، أنا أتحدث عن المغرب يا رجل، والمغرب دولة مستقلة وذات سيادة، ليش تربط فيها بالجزائر أنت؟ حدثني على المغرب بالله يا محمد بكل أريحية، بكل أريحية. اليوم الفجر ويا ريت تجاوبني وأنت تقيم في إيطاليا باستقلالية كاملة. اليوم الفجر الصهاينة اعتقلوا 21 من إخوانكم الفلسطينيين وهدموا بيوت أمس، واليوم اقتحموا الأقصى بأحذيتهم القذرة والمجرمة، وأنت اليوم تستقبل رئيس الكنيسة عندك وتبوس عليه وتسلمه. أعطيني كيف هذه المعادلة يمكن ابتلاعها بربك جاوبني. اخي صالح، المغرب له ظروفه الحاليه. العلاقات المغربيه الاسرائيليه لم تكن تطبيعيه كامله. المغرب بينه اتفاق عسكري امني عسكري وليس له علاقه بكل ما يقال. انا اتفق معك جمله وتفصيلا. انا لا اريد التشريد باخواني الفلسطينيين ولا اريد التركيل بهم ولا نريد تهجيرهم ولا نريد تدمير بيوتهم. هذا كلمه، هذا لا يختلف فيه اثنين ولا يختلف فيه عاقل ولا اي مسلم من مشارق الارض الى مغاربها. ما يريد ان يقال ان جميع الدول العربيه لها وزر فيما يقع في فلسطين، ليس المغرب وحده. شكرا لك محمد من ايطاليا، اشكرك. ادركنا الوقت. انا اشكر احمد درهم السميعي من اليمن. الحاج رضوان شكرا لك. عبد